السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل ماسك للحبوب والبثور، عشان اتسألت عليه كتير قوي، وطبعا العيد داخل والناس كلها عايزة تخلص منها ان شاء الله قبل العيد. هو برضو من الخميرة، ومعلش بس يا جماعة اللي عايز يصدق موضوع الإشاعة هو حر، واللي عايز يستفيد بالمكون يعني النعمة اللي ربنا اداهولنا ده برضو هو حر. لأن في ناس خلاص الإشاعة بتطلع بيمسكوا فيها وبيصدقوها 100%، وفي ناس ما شاء الله مجرد ان يعني بيلاقوا كلام من طبيبة او من اي حد، زي ما جبت لكم المقال كده بتاع الدكتورة بيكذب، خلاص بيقتنعوا وبيصدقوا. انا شخصيا الخميرة بحطها عادي جدا وبكل اطمئنان، وان شاء الله مفيش اي مشاكل. احنا هنعوز هنا معلقة من الخميرة، وهنحتاج الأول معلقة من المية الدافية علشان نخليها زي المعجون، نزودها فيه. المية ما تكونش سخنة يا جماعة، لأن هتقتلي الخميرة، المية السخنة بتموت الخميرة. فاوعي أبدا سواء في مخبوزات أو معجنات أو أي شيء تستعملي مية سخنة للخميرة، بتموت. حاولي بس تعمليها كده زي العجينة. وبعد كده هنحتاج بنفس المعلقة ربع معلقة ليمون زي كده، وده هيبقى الماسك بتاعك ان شاء الله للخميرة. تتخلصي منه بالحبوب والبثور. لو عندك حبوب على الكتاف او على منطقة الظهر، ضعفي طبعا الكمية دي واستعيني باختك او حد يحطلك الماسك على الحبوب دي. ان شاء الله كل يوم مرة واحدة، ما تزوديش، هي مرة واحدة يوميا بإذن الله هتفيدك جدا. وبالنسبة يا جماعة للماسكات الخميرة، لان انا هعمل لكم تاني ماسك تفتيح مضاعف للخميرة بمكون تاني رهيب ان شاء الله هعمله لكم برضو علشان العيد، واللي عايز يختار مكون او مكون متاح عنده يعمله باذن الله. الماسك بتاع امبارح تحفة، واللي جاي ان شاء الله هيبقى احسن منه 100 مرة. ده للحبوب بقى. اي ماسك هنعمله للخميرة هيكون عندك، هتستعملي تونر، يعني اي تونر عشان يقفل المسام. لو ما عندكيش هاتي مية ورد وحطيها في التلاجة تستعمليها بعد كل ماسك، لازم وضروري علشان تقفلي المسام. بعد لما الماسك بيفتح المسام وينظفها وكده، لازم تقفلي المسام تاني. فبعد ما تشطفي وشك، اشطفي وشك بمية باردة قوي او بمية ورد تكون في التلاجة، وان شاء الله ان شاء الله هتشوفي النتيجة على العيد شكلها ايه، وهتقولوا لي في التعليقات بأمر الله. صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.